تمام 10 مساء بتوقيت أسمر. مشاهدينا الكرام في كل مكان، أسعد الله مساءكم بكل خير. من الفضائية الإريترية أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار لهذا المساء، أبدأها لكم بأبرز عناوينها. مؤسسة التأمينات الوطنية تعقد اجتماعا لأصحاب الأسهم. تقديم قروض دون فوائد للمعاقين في عنسبة. سكان منطقة بيان يصينون طريق يؤدي إلى قريتهم. إسرائيل تقصف مواقع لحماس في غزة بعد إطلاق صواريخ من القطاع. وزراء مجموعة السابع ينتقدون قرار واشنطن بفرض الرسوم الجمركية. وحريق هائل في نيو مكسيكو الأمريكية وإخلاء سكان قرية. كانت تلك عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل يقرأها على حضراتكم نور الدين خليفة. عقدت مؤسسة التأمينات الوطنية في 2 يونيو الجاري بفندق أسمر بالاس الاجتماع الدوري ال14 والاجتماع الاستثنائي الثاني لأصحاب الأسهم. وألقى رئيس لجنة أصحاب الأسهم بمؤسسة التأمينات الوطنية السيد جرماي جبر مسكل كلمة بالمناسبة ذكر فيها بأن الاجتماع الدوري وكجزء من العناصر الإدارية العليا للمؤسسة كان يقوم بتمرير التوصيات حول حصيلة الأجندة التي جمعت بداية من عام 2004 والتي يتم التباحث فيها بشفافية وتركيز ووعي تام. ويتميز عن الاجتماعات السابقة لضمه الاجتماع الاستثنائي الثاني. ومن جانبه قال المدير التنفيذي لمؤسسة التأمينات الوطنية السيد زرقاء ولد ميكائيل إن البلاد شهدت في العام 2017 حوادث مرورية لأصحاب الأسهم من الأشخاص والمؤسسات كلفت قيمة مالية تقدر ب 43 مليون نقفة، وانخفضت تلك الحوادث ب 25% من عام 2016. وأوضح السيد زرقاء أن مؤسسة التأمينات الوطنية سجلت في العام 2017 أرباحا من خدمات التأمينات التسويقية العامة تقدر ب 91 مليون نقفة، وقد قررت اللجنة تقديم 83 مليون نقفة لأصحاب الأسهم. وبحث المشاركون بتوسيع تقارير لجنة مؤسسة التأمينات الوطنية المتمثلة في الأنشطة المالية وكيفية توزيع الأرباح لأصحاب الأسهم في العام 2017 والنقاط الموضوعة في الاجتماع الدوري ال13 بالإضافة إلى المواضيع المقرر تنفيذها مستقبلا. وأوضح بأن مؤسسة التأمينات الوطنية ستقوم ابتداء من 4 يونيو الجاري بتوزيع الأسهم على أصحابها. والجدير بالذكر بأن مؤسسة التأمينات الوطنية التي تأسست في العام 1992 تضم 2200 من أصحاب الأسهم من المواطنين بالإضافة إلى الحكومة وصندوق أمانة أسر الشهداء، ويتم سنويا تقييم العمل بمشاركة أصحاب الأسهم وتوزيع الأرباح حسب الأسهم التي يملكونها. قدمت جمعية معاقي الحرب فرع إقليم عنسبة قرضا بمبلغ 450 ألف نقفة دون فوائد ل30 من معاقات الحرب. وأوضح مسؤول الفرع السيد داويد جبر كروستوس في مراسم التسليم التي جرت في 30 من مايو بمدينة كرن أن البرنامج يأتي في إطار البرامج التي تقوم بها الجمعيات لتحسين القدرات الاقتصادية للأعضاء، وتعمل الجمعية لإيصال القروض إلى جميع المعاقين في الإقليم. وذكر أن القروض المقدمة بمبلغ 15 ألف نقفة لكل معاقة يساعد لتمكين المعاقين من الاعتماد على الذات وتسيير أنشطة ربحية، مشيرا إلى وجود إمكانية لرفع معدل القرض بعد تقييم نشاط العمل الجاري. ودعا المدير العام لقسم السياحة في إقليم عنسبة وعضو مجلس جمعية معاقي الحرب السيد سالم علي سالم العضوات اللاتي حصلن على القروض للاستفادة الجيدة من الفرصة وتحسين معيشتهن. ويضم فرع جمعية معاقي الحرب في عنسبة 2000 عضو مسجل. قام سكان منطقة بيان في مديرية عرزة بصيانة طريق يؤدي إلى منطقتهم بطول 6 كيلومترات وبناء نصب تذكاري جديد لمقبرة الشهداء بطول 6 أمتار، مسخرين طاقاتهم وأموالهم بالتعاون مع شركة بدو للمنشآت العامة. وأوضحت لجنة تنمية القرى بأن المبادرة اتخذت من شعار الأنشطة التنموية من المهام الملزمة لكل المواطن، معربين عن أملهم لحل الإشكالية المواصلات بفضل الجهود التي بذلوها. بدورها قالت مديرة بلدة عرزة السيدة ملئة تسقاي أن المبادرة التي اتخذها سكان منطقة بيان خير مثال للمناطق الأخرى، معربة عن أمنياتها الكبيرة لاتخاذ مبادرات مماثلة.
من جانبه ناشد مدير مديرية عرزة السيد رسوم كفل مريم على متابعة الطريق الذي يتم صيانته من أجل تقديم خدمات جيدة وفعالة لفترة طويلة، مؤكدا جاهزية إدارته لتقديم كل ما يطلب منها. هذا وتبعد منطقة عدبيان من جهة الجنوب الشرقي لبلدة عرزة حوالي 8 كيلومترات، ويقطنها حوالي 1200 مواطن يزاولون حرفة الزراعة. نظم سيمينار لطلاب المرحلة المتوسطة والثانوية في مديرية صورونا لرفع معرفة ووعي الشباب القانونية ومكافحة الجرائم والمخالفات. وقال قائد مركز الشرطة في المديرية المقدم شاوش والدقابر إن عدم معرفة القانون لا يعفي عن المساءلة القانونية، موضحا بأن تعزيز معرفة المواطنين القانونية والتقيد بها يعتبر من المهام التي يجري العمل فيها بجدية، ومناشدا الطلاب بأخذ الحيطة والحذر أثناء الذهاب والعودة من المدارس إلى منازلهم. كما دعا الآباء لتنشئة أبنائهم على الأخلاق الحميدة وتعزيز تعاونهم مع الشرطة والمدارس لتوجيه الطلاب من أجل درء ظاهرة الجرائم والمخالفات التي تظهر نادرا في المديرية. وفي الختام أوضح المقدم شاوش دور الشرطة الأهلية المتمثل في إرساء السلم والأمن. بدورهم ناشد المشاركون باستمرارية مثل هذه السيمينارات لما تلعبه من دور بناء وفعال. أعزائي المشاهدين، كانت تلك أخبارنا الداخلية. فاصل قصير وأوافيكم بالأخبار العالمية، ابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. قال الجيش الإسرائيلي إن مسلحين من قطاع غزة أطلقوا صواريخ على إسرائيل، مما أدى إلى ضربات جوية إسرائيلية على مواقع لحركة المقاومة الإسلامية حماس بعد بضعة أيام من أعنف تبادل القصف في المنطقة منذ سنوات. وقال الجيش في بيان أن ما لا يقل عن 4 قذائف أطلقت من غزة على إسرائيل، وأضاف أنه اعترض 3 صواريخ وأن الرابعة لم يصل إلى هدفه. ودوت صفارات الإنذار في البلدات والقرى الإسرائيلية القريبة من الحدود بعد حلول الظلام، مما دفع السكان للاختباء في الملاجئ، ولم تعلن أي جماعة في غزة مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخين. وقال سكان في غزة أن طائرات إسرائيلية هاجمت ما لا يقل عن 3 مواقع تابعة لحركة حماس التي تسيطر على القطاع. عبر وزراء مالية أقرب حلفاء الولايات المتحدة عن غضبهم من الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على واردات المعادن، لكنهم اختتموا اجتماعا استمر على مدى 3 أيام في كندا دون التوصل إلى حلول، مما يمهد الطريق أمام معركة حامية في اجتماع مجموعة ال7 في كيبك الأسبوع المقبل. وفشل وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مينوتشن في تهدئة الشعور بالإحباط لدى نظرائه في مجموعة ال7 بشأن رسوم نسبتها 25% على واردات الصلب، وأخرى نسبتها 10% على واردات الألومنيوم فرضتها واشنطن على المكسيك وكندا والاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع. وتدفع الدول ال6 الأخرى الأعضاء في مجموعة ال7 جميعا في الوقت الحالي الرسوم الجمركية، والتي تهدف إلى حد كبير لتقليص الإنتاج الزائد في الصين. وقال وزير المالية الفرنسي برونو لوميير إن الولايات المتحدة أمامها أيام قليلة فقط لتجنب نشوب حرب تجارية مع حلفائها، وأن الأمر متروك لواشنطن لتجنب تصعيد التوترات بشأن الرسوم الجمركية. قال مسؤول الإطفاء إن حريقا هائلا أججه انخفاض نسبة الرطوبة وارتفاع درجات الحرارة استعر في ولاية نيو مكسيكو بجنوب غرب الولايات المتحدة، مما أجبر سكان إحدى القرى النائية على مغادرة منازلهم. وأفاد تحذير على موقع إلكتروني بأن الحريق في مقاطعة كولفاكس بالولاية لم يتم احتوائه بعدما تضاعف حجمه ليأتي على ما يزيد على 16 ألف فدان بالقرب من قرية سيمارون التي يقطنها 1100 من السكان. وأصدر المسؤولون أمر إجلاء إلزامي في سيمارون بعدما هدد الحريق نحو 300 منزل. وذكر الموقع أن الحريق أتى على 14 مبنى ملحقا بمعسكر قريب للكشافة كان قد جرى إجلاؤه، ولم يعرف حتى الآن سبب الحريق الذي اندلع يوم الخميس.
وحذرت السلطات في سيمارون الأمريكية السكان من التوجه بالقرب من الحرائق حتى يتم السيطرة التامة عليها، بينما أعلنت أن الأوضاع أجبرتهم على نقل بعض السكان من منازلهم القريبة من أماكن الحريق تجنبا لوقوع إصابات وضحايا. أطلقت الصين قمرا اصطناعيا جديدا لمراقبة الأرض يحمل اسم غاوفن 6، ومن المقرر أن يستخدم بشكل أساسي في بحوث الموارد الزراعية ومراقبة الكوارث. وقال كبير مهندسي سلسلة الأقمار الصناعية غاوفن تونغ شوي دونغ وفقا لوكالة أنباء شينخوا الصينية أن غاوفن 6 يمكن أن يلاحظ الكلوروفيل والمحتويات الغذائية الأخرى للمحاصيل ويساعد على تقدير إنتاج المحاصيل، كما ستستخدم بياناته في رصد الكوارث مثل الجفاف والفيضانات وتقييم المشروعات الزراعية ومسح موارد الغابات والأراضي الرطبة. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير وأوافيكم بالأخبار الرياضية. في أخبارنا الرياضية، قلب منتخب النمسا الطاولة على نظيره الألماني بعدما حاول تأخره بهدف نظيف إلى فوز بنتيجة 2-1 في المباراة الودية التي جمعتهما في إطار استعدادات الماكينات لمونديال روسيا. وسجل هدفين النمسا كل من مارتن هينترغير وأليساندرو شوبف الذي يلعبان لنادي أوكسبورغ وشالكا الألمانيين على الترتيب، فيما أحرز مسعود أوزيل هدف المانشافت الوحيد. ذلك حقق منتخب إنجلترا فوزا صعبا على نظيره النيجيري ب2-1 في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب ويمبلي ضمن تحضيرات البلدين لخوض منافسات كأس العالم 2018 في روسيا. وسجل هدفي إنجلترا غاري كاهيل وهاري كين، فيما أحرز أليكس أيوبي هدف نيجيريا الوحيد. وحسم التعادل السلبي المواجهة الودية التي جمعت بين المنتخبي بلجيكا والبرتغال، كما فازت المكسيك دون عناء كبير بهدف نظيف على اسكتلندا في مباراتها الودية قبل الأخيرة قبل المشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم بعد أسبوعين. وسجلت المكسيك الهدف الوحيد بعد مرور 12 دقيقة بعد ارتباك دفاعي، هذا وأفسد لارس لاجرباك مدرب أيسلندا السابق احتفال هذا المنتخب قبل المشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم هذا الشهر، بعدما قاد النرويج للفوز ب3 أهداف مقابل هدفين في لقاء ودي. أعزائي المشاهدين، بهذا وصلت بكم إلى نهاية نشرتنا لهذا المساء من الفضائيات الإريترية. أشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة. دمتم بخير، إلى اللقاء.